الحطاب وحارس البحيرة. كان يا مكان حطابان، الأول جيرو الكسول والثاني تارو النشيط. وفي هذه الغابة كان الحطابان يعملان معا. الطقس حار جدا، دعنا نستريح قليلا. هيا، لا يمكن الاستمرار في هذه الحرارة. ماذا تقول؟ قد استرحت منذ برهة قصيرة. لقد تعبت كثيرا، لا أستطيع أن أتحمل هذه الحرارة. لست وحدك من يشعر بالحرارة. هذا صحيح، فلنستريح قليلا. رئيس العمل سيعاقبنا إذا عرف أننا نستريح كثيرا. لا تخف، لن يأتي إلى هنا. لا تقل شيئا ولن يعرف شيئا أبدا، لن يعرف شيئا. إن نتهرب من العمل لأن رئيسنا لا يأتي إلى هنا هو عمل جبان جدا. مهما كانت هذه الحرارة يجب أن نستمر بالعمل. هيا هيا للعمل، قم. وكان الاثنان دائما على هذه الحال، تارو يعمل بنشاط وجيرو يقضي وقته في الراحة. تارو لا يفكر إلا بطريقة واحدة، الأمانة فقط. أما أنا فلا أحب أن أعمل في هذه الحرارة. سحقا. ومن باطن الأرض خرج الخلد. حيوان قذر، هذا الحيوان يا إلهي، كل شيء مزعج في هذا المكان. حيوانات صغيرة قذرة. وفيما كان جيرو يتململ خطرت له فكرة. ما الأمر؟ معدتي، ألم في المعدة. هيا هيا تحمل يا صديقي. أنا آسف أن يحدث لي ألم في المعدة خلال العمل يا صديقي، آسف جدا. لا تهتم يا صديقي، سأحضر لك الطبيب حالا. لا 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 طبيب، لا تقلق، دعني أسترح لي برهة وسأصبح في حالة حسنة. ماذا إذن؟ أظن أن رئيسنا سيغضب لعدم إتمام العمل. لا تقلق حول أمر كهذا الآن. ولكن حسنا، أستطيع أن أقوم بعملك. حقا؟ في أوقات المرض علينا أن نساعد بعضنا. اطمئن واترك الأمر لي. نجحت الحيلة، والآن إلى إغفاءة طويلة. وانطلت حيلة جيرو على تارو الحطاب المسكين. وعند مغيب الشمس اجتمع الاثنان عند البحيرة. كيف معدتك يا صديقي؟ أحسن؟ أعتقد أنها أحسن، ولكنها أحيانا. عليك أن تكون حريصا. أعتقد أن شرابا ساخنا سيجعلني على ما يرام. هيا أسرع، فلنذهب إلى البيت. أجل. وللأسف وقع فأس تارو في الماء. يا لها من فعلة غبية. وبدل أن يساعد جيرو صديقه يفعل العكس. يا إلهي، ماذا أفعل؟ وماذا تستطيع أن تفعل؟ لا إمكانية للبحث عن الفأس في مكان عميق كهذا. هيا انسى الأمر ولنذهب إلى البيت. انتظر لحظة. دون الفأس لن نتمكن من العمل غدا.
وذهب جيرو الأناني تاركا تارو حزينا على فأسه الضروري لكل حطاب. ماذا أفعل؟ ولم يستطع وكيل البحيرة ترك تارو حزينا، وهو كان يستحق كل خير. يا إلهي. من فضلك سامحني. لا داعي للخوف، أنت إنسان طيب، ولكن يبدو أنك تبكي. لماذا تبكي؟ لماذا؟ لقد أسقطت فأسي في الماء. في هذه البحيرة؟ أجل، إنها عميقة جدا فلا أستطيع البحث عنها. هكذا، انتظر إذن. فغطس وكيل البحيرة وعاد بفأس ذهبية. هل هذه الفأس التي أسقطتها؟ يا إلهي لا، ليست هي، لا. هكذا إذن. وغطس الوكيل ثانية وعاد بفأس فضية. هذه هي الفأس؟ ليست هذه أيضا، فأسي ليست أبدا ثمينة كهذه، إنها فأس عادية يا سيدي. وغاص الوكيل وعاد هذه المرة بالفأس الحقيقية. هذه هي فأسي، إنها لي. شكرا، إني أشكرك للعثور عليها. أشكرك يا سيدي، شكرا. إذن يمكنك أخذها. ولشدة إعجاب وكيل البحيرة بصدق تارو وأمانته أعطاه الفؤوس كلها. وعاد إلى أعماق البحيرة. وأخبر تارو صديقه جارو بما جرى، فسال لعابه وركض نحو البحيرة. ورمى جيرو فأسه في الماء. لن يفوز بالغنيمة والسرور وحده. ثم راح يضرب نفسه ظنا منه أنه يستطيع خداع وكيل البحيرة. والآن جموع. أنت هناك؟ نعم. لماذا تبكي؟ أسقطت فأسي في البحيرة يا سيدي، أسقطتها. انتظر مكانك. وغطس الحارس وعاد بفأس ذهبية. نجحت. هل هذه فأسك يا هذا؟ قل. أجل يا سيدي، إنها فأسي يا سيدي. أيها الأحمق، مما تظن أن عيني مصنوعتان؟ كاذب كبير مثلك له الحق في أن يمتلك فأسا؟ قل. انتظر يا سيدي، أرجوك انتظر. وغطس الحارس غاضبا من كذب جيرو، وجيرو الطماع غاضب أيضا، فضرب العصا بقدمه فطارت ووقعت على خلية النحل. ما هذا؟ أيها الطماع، أيها الطماع، أيها الخبيث. ولقن النحل جيرو الطماع درسا لا ينسى. ونال جيرو الطماع والمهمل ما يستحقه. نال جيرو ما يستحقه. معك حق،
فمن يتهرب من العمل المفيد بالكذب والخداع يقع في شر أعماله. تذكرت. ما رأيكم لو لم ندرس؟ فمن يريد العمل الآن؟ حسنا، سنعمل بجد ونشاط. حسنا، سندرس ونعمل بجد ونشاط.